حبايب قلبي، احلى اخوات في الدنيا، صباحكم فل، مساءكم ورد، حياتكم سعادة على يعني كله كده على بعضه، يا احلى اخوات في الدنيا. النهارده بقى قبل ما نبدأ الفيديو نصلي على النبي الاول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعه. شوفوا انا بوريكم الكوارع زي ما قطعها، تقولوش بصوا ايه الجمال ده. هنعمل لحمه وكوارع وفته، وبصوا هنظبط هنشهيص الدنيا. هنبدأ بقى مع بعض نخش على الفيديو يا جماعة. انا طبعا هولع على الاكل ده قبل ما افطر وبعدين افطر. تمام. هنعمل ايه بقى؟ جبنا الحلة دي الجميلة دي، هنحط فيها مية. انا بحب اسلق الكوارع وادلق مية، مش هسلقها يعني، اغلي الكوارع كده غلوتين واروح دلقه ميتها. طبعا انا كنت غسلها حلوة قوي ومصفياها ونقعاها. بصوا الكارع عامل ازاي، بيقول كلوني كلوني، تعالوا كلوني كلوني. دلوقتي هنحط الكارع في المية وناخده بقى ونولع عليه يغلي غلوتين. هندلق ميته تاني ونولع عليه تاني. هنشوف يعني مع بعض بالخطوات خطوة خطوة يا جدعان. هنا بقى هنروح بقى على النار. انت بتعملي ايه يا بنتي يا شوشو؟ روحي على النار. جبنا بقى حلة، إيه، ولعت على الكارع اهو عشان يغلي وادلق ميته. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوح اللحمة. عملت ايه يا بنتي يا شوشو؟ جبتي حتة سمنة بلدي صغننة كده اهي، وهروح حاطه فيها اللحمه تاخد تشويحه. تشويحه يعني ايه؟ يعني تغير لونها، اقلب فيها تغير لونها، احط حبه فلفل اسمر وبس. دلوقتي هنشوف، مش بفلفل اسمر وبس، دلوقتي هنشوف ايه كمان هيحصل. شوحناها اتغير لونها. هننزل بقى طبعا بالميه اللي تغلي، الميه اللي بتغلي. الله، الكاتل الامور العسل المسكر السكر ده. بصوا بقى، حطينا المية بتغلي، طلع عليها اي حاجة فوق الوش بنشيلها اهو. بنشيل الريم، احنا بنسميه ريم. معايا يا جماعة؟ جبنا بصلاية وحبهان وورق لوري ورحنا حاطينه بعد ما شيلنا الريم اهي، ونسيبها بقى ايه تغلي غلوتين ونوطي ونسيبها تستوي على مهلها. هنا بقى كان الكرع بتاعي غلي كام غلوة كده، دلقت المية. هشطفه بقى شطفة حلوة وبعدين اصبن الحلة تاني اغسلها. شايفين انا بشطفه حلو، واحدة واحدة كده بمسكها واروح شطفاها ومطلعاها في طبق. وبعد كده هغسل الحلة بتاعتي ونروح على النار تاني. يلا يا بنتي يا شوشو. شايفين يا جماعة؟ لازم نغسلها حلوة قوي اهو مكان الكارع عشان يبقى على نظافة. تمام. عايزه اقول لكم الكارع ده كان عسل عسل، والطريقه دي عسل والله العظيم، كانت تستاهل بقكم. خدنا برضو حته سمنه بلدي على النار، واول ما تسخن حلوه قوي هننزل بالكارع بتاعنا ونديله برضو رشة من الفلفل الأسمر، حبهان كبابا صيني، اللهم صل على النبي، بصلة حبهان كبابا صيني، ورق لوري، اللي انت بقى تحبي زي ما بتحبي تسلقي حاجتك. ادينا له تشويحة. هننزل بالمية اللي بتغلي من نفس الكاتل الأمور المسكر العسل. نعمل بقى لقمة نفطرها. برضو رحنا للكاتل نغلي في المية عشان نعمل الشاي. جهزت كوبايتين شاي، طبعا انا وماما اللي هنفطر، فعملنا كوبايتين شاي كده حلوين. جايبين ايه بقى للفطار يا جدعان؟ الله، بدل في بتنجان وبصل وطماطم يبقى فيه سندوتشات فول. تمام كده. طلعتهم من الورق بتاعهم في الصينية. هنصب الشاي بتاعنا، احلى كوباية شاي بتاعت الصبح دي يا جماعة مع الفطار، ما اقولكوش ليها طعم تاني بصراحة. كده خلاص اهو. شايفين؟ طبعا انا قلت ايه اكل معاكم لقمتين كده قبل ما اروح لمامي والولا ميدو نفطر. فقلت بقى ايه، الله يا جماعه، صدقوا انا بعشق السندوتشات الفول وخصوصا من العربيه. يعني السندوتشات دي عربيه فول فاتحه تحتينا جديده، فسبحان الله اكتشفتها عند مدرسة محمد فعجبتني قوي. فجبنا كده 4 سندوتشات فطرنا بيهم وشربنا الشاي وقمنا بقى نكمل الاكل. اللي دلوقتي احنا هنعصر طماطم. طبعا انا جبته وانا بعصر الطماطم وكله بس اتقطعت مني، ما علينا. هنجهز بقى الصلصة اللي هنحط فيها الكوارع. انا بحب الكوارع بالصلصة يا جماعة، في ناس بتحبها مسلوقة. معانا بصل وتوم. هنا بقى بعمل فنجان قهوة يظبط دماغي. بصوا كنت مش قادرة بجد من دماغي، فقلت اعمل فنجان قهوة كده وانا بشتغل واشربه وانا بشتغل. ماما ما كانتش عايزة اليوم ده فقلت لها خلاص انا اشرب. اول ما شوحت بالبصلة نزلت بالتومة وقرن الفلفل الحامي اللي انا مقطعاه
عايزه اقول لكم عملت مقلب في ماما بالقرن ده، بحسبها حته كوارع اديتها حته الفلفل، صعبت عليا، بقت عينيها تدمع وتقول لي يا شيخه حرام عليكي. بس يلا ما علينا. شوحنا. شوفوا القهوه، انا بحب اعمل القهوه يا جماعه على نار هاديه على مهلها. انا كده مسرعه الفيديو. شايفين القهوه وجمالها. نزلت بالطماطم. انا ما بحمرش الحاجه، انا بديها تتبيله، مش هحط عليها اكتر من ملح وفلفل اسمر. وبالمناسبه حد سالني بتجيبي الملح منين؟ من اي سوبر ماركت، ده احنا حتى يعني بجيبه من تحت البيت، والعلبه مش غاليه، ده ب5 جنيه، يعني بتمن الملح العادي تقريبا. فهي من اي عايزه تروحي الفار عنده الملح اي سوبر ماركت، يعني اي سوبر ماركت بلاقيها فيه سبحان الله. جبت بقى نعمل فتة بالخل والثوم. طبعا الثوم اهي بحمرها، طبعا الفتة بتحب الثوم يا جماعة، بتحب الثوم والخل. لو انتوا عايزينها بصلصة بقى، في ناس بتحبها بصلصة، بنروح حاطين اهو الثوم والخل، وتروحي عصرة الطماطم ومنزلاها عليه وحبة ملح وفلفل اسمر لو انت عايزاها بطماطم، لكن احنا بنحبها سادة وبتبقى خفيفة وجميلة جدا. كده خلصنا. شلنا بقى الخل لما غلي غلوتين، جبنا بقى التسبيكة بتاعة الكوارع، فضيتها في حاجة اوسع عشان اعرف اقلبها، وجبت الكوارع بقى حطيتها فيها. طبعا انا التسبيكة دي خدت معلقتين شوربة كوارع عليها وهي بتستوي، وخدت معلقة خل بالثوم حطيتها معاها. الخل والثوم اللي انا عاملاه الفتة خدت معلقة حطيتها على الكوارع. كده بقى يا جماعة انا ما بحبش اعمل الرز الا في حلة ألمونيا. عايزة اقول لكم ما اعرفش ليه هي حلة ألمونيا للرز. عملنا الرز، شوحنا، طبعا كلنا بنعمله، شوحنا في الزيت، نزلنا بالمية اللي بتغلي. هيغلي هنوطي عليه، دي بسيطة. العيش بتاعنا بقى يا جماعة انا لا بعمله بزبدة ولا بعمله بأي حاجة، انا بحمصه، بدخله الفرن واحمصه. طبعا العيش البورسعيدي بتاعنا بيبقى خفيف جدا ورقيق وجميل. كسرت العيش وجهزته. عقبال ما اعمل ايه اللحمه، طلعتها من الشوربه، حطيت حته سمنه بلدي، رشه فلفل اسمر، رشه ملح، وانزل بقى اللحمه اول ما يسخنوا، وبعدين ارش من فوق الوش برضو رشه فلفل اسمر ورشه ملح صغيره خالص عشان ما تحدقش. تمام. انا مش هحمرها قوي، انا بديها تشويحه. لو انت حمرتيها قوي هتلاقيها نشفت معاكي ومش عارفه تاكليها، لا انا عايزاها يعني يا دوبك ايه تاخد ريحه السمنه والفلفل الاسمر وكده مع بعض في التشويح. وعايزه اقول لكم والله العظيم طعمها وهم، انا عايزاكم تجربوا الاكله دي يا جماعه. إيه هنا بقى العيش اللي متحمر والخل فضيته في بولة كده، هاخد معلقتين، كام معلقة كده خل على العيش. طبعا لازم نحط تحت عشان العيش يشرب برضو من الخل والثوم، واقلبه تقليبة. عايزه اقول لكم انا بحب ريحة الخل والثوم قوي قوي قوي، في البيت بيبقى له ريحة خرافة. اهو خلاص. هجيب بقى الشوربة، طبعا لازم تكون بتغلي. هنا بقى يا جماعة انا بحب شوربة اللحمة، انا ما بحبش الفتة بشوربة الكوارع. شوربة الكوارع ولا بشربها ولا اي حاجة. طبعا كنت سايبة لمحمد شوربة على جنب لانه ما بياكلش الفتة، قلت يشربها كده بالمج. شوربة الكوارع ما بحبهاش خالص سبحان الله. كده خلاص خدنا كفاية العيش، خلينا طري وفي نفس الوقت مش معجن. ورحت بقى ايه بساوي، لقيت جيت احط الرز لقيت العيش مش مساوي، بسوي تاني. حطيتي اللايك ولا انتي نسيتيني؟ عشان انا برغي بسرعة عشان بجريلكم الفيديو، طبعا نسيت، في حبيبتي بتتفرج ونسيت تحط اللايك. واتفرجتي عليه كامل يا اختي. وعايزه اقول لكم يا جماعه بالله عليكم كلكم تدعوا لبابا بالرحمه، ما تنسوش الحاج احمد بابايا، تدعوا له بالرحمه والمغفره يا رب، عشان خاطري يعني ده فضلا وليس امرا. كده اهو بنفرد العيش، بنفرد الرز. على فكرة في بلاد بيقولوا على الرز عيش عادي يعني، فهو احنا بنقول على العيش اللي هو بيتكسر ده عيش وده رز. انا ما بحمرش العيش لا في زبدة ولا في اي حاجة، هو كده خفيف، دخله الفرن واكسره. وعايزة اقول لكم الطعم بيبقى وهم. عايزة اقول لكم يا جماعة انا مش عارفة الاكلة دي تجري الريق، تجري الريق. كده بقى جبنا بقية الخل بنرشه فوق الوش، شايفين؟ الله يا جماعة الله. اهم حاجة بقى التومة دي مع حبة الخل. عايزة اقول لكم انا كنت بكلم عليه كده وانا بعمل التوم، بيقول لي زودي لي، انا من قدامي خل، في الاخر هروح مزودة، هو بيحب الخل والتوم كتير.
هروح مزوده له بقى قدامه هو خل. عمال يقول لي زودي زودي، اقول له ما انا بحطه يا ابني ده كتير. يقول لي لا زودي لي قدامي اكتر. قلت له يا ابني، قال لي لا زودي. كده بقى ايه، بصوا انا بزود لعلي بس، شايفين؟ بزود له اكتر، وعلمت الجنب ده وايه، وهو ياكل اللي فيه توم كتير. هنجيب اللحمه. طبعا مش هحط لحمه كتير لان معانا كوارع. شايفين بقى لونها زي ما قلت لكم، ما حمرتهاش قوي، اخدت تشويحه بس اخدت من الطعم، والله وهم يا جماعه. نغرف الكوارع. بصوا يا جماله يا جماله، شايفين لونها؟ انا عايزاها فاتحه كده وخفيفه، مش مكتره لها الصلصه. والصلصه كانت مشطشطه، والكوارع طعمها تحفه 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 التحف. عايزه اقول لكم علي كان مبسوط من الكوارع قوي، اكتر من اللحمه كمان. انا بقى بحب اللحمه اكتر من الكوارع، بس انا كلت الكوارع مؤخرا سبحان الله، كان عشان تحدي في القناه وكده، وقلت لا لازم يا بنتي يا شوشو تاكليها. باكلها على قدي، لكن انا احب اللحمه اكتر. تمام كده. صلوا على النبي يا جماعه، واذكروا كده واذكروا الله، وقولوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. وحطوا اللايك. مش هقول لكم حطوا اللايك كتير شكلي بقى وحش، حطوا اللايك حطوا اللايك حطوا اللايك. يا رب يعجبكم الفيديو ده يا جماعه. شايفين ورق اللوري وهو بينزل كده اهو. وكده بقى شكل الاكله بعد ما خلص واحنا بنحطه. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احلى اخوات في الدنيا. تعالوا بقى كلوا الاكل يجري الريق.